حصلت حاجة غريبة وعجيبة وحاجة أنا استغربتها. قناة كبيرة ومشهورة، لكن للأسف مش هعرف أقول اسم القناة، فيها برنامج رياضي كبير ومشهور. المقدم بتاع هذا البرنامج طلع يقول لك إيه، كابتن سيد عبد الحفيظ قعد مع إمام عاشور علشان خاطر التجديد. هذا الكلام غير صحيح، وللأسف الكلام دوت انتشر على بعض المواقع الرياضية الكبيرة وبعض الصفحات. الكلام دوت غير صحيح. ده كابتن سيد عبد الحفيظ قرار وقف تجديد إمام عاشور مش دلوقتي. قرار كابتن سيد عبد الحفيظ في ملف تجديد إمام عاشور مش دلوقتي خالص. خالص مش هقعد معاك يا امان دلوقتي خالص. وما حصلش اي عرض من النادي الاهلي لامام عاشور بخصوص التجديد. بخصوص التجديد ما حصلش. بالعكس، ده وكيل امام عاشور هو اللي كل شويه عمال يقدم ارقام للنادي الاهلي علشان يوافقوا عليها علشان نخلص موضوع التجديد. يعني مثلا ايه، يا كابتن سيد ادوا لامام كذا، يا كابتن سيد مش عارف ايه. امام مش ساكت. امام مش ساكت. طب اقول لك على حاجه، لو الاهلي هيقعد مع امام عاشور علشان التجديد هيقعد معاه في شهر فبراير او مارس اللي جاي، مش دلوقتي خالص. كابتن سيد عبد الحفيظ قراره في موضوع تجديد امام عاشور مش دلوقتي خالص. مش هقعد معاك دلوقتي خالص يا امام. مش هقعد معاك دلوقتي خالص يا امام. طب النادي الاهلي دلوقتي مشغول بايه؟ باللعيبه اللي عقودها هتخلص نهايه هذا الموسم. باللعيبه اللي عقودها هتخلص امتى؟ نهايه هذا الموسم. لكن ده مش وقتك خالص يا امام. فهذا الكلام اللي طلع كلام غير صحيح، وهذا الكلام اللي موجود على بعض المواقع الرياضية غير صحيح نهائيا، وما تاخدش بيه. انا عايز اقول لك ان ما حصلش لحد دلوقتي اي جديد في موضوع تجديد امام عاشور دوت. وما حصلش ان الكابتن سيد عبد الحفيظ قعد مع امام عاشور ولا حتى قعد مع وكيل امام عاشور. طيب، في 3 لعيبة هيغيبوا عن مباراة الأهلي والمصري. مين هم؟ مصطفى شوبير بسبب إن هو لسه في مرحلة التأهيل. كوكا بسبب تراكم الكروت الصفراء. حسين الشحات بسبب إن هو لسه بيحس بألم في كتفه. لسه بيحس بألم في كتفه. خلاص، فال3 دول غايبين عن مباراة الأهلي والمصري يوم الأربعاء القادم بإذن الله. كوكا، حسين الشحات، مصطفى شوبير. طيب، خالد عوض الباك اليمين بتاع طلائع الجيش، النادي الاهلي حطه في حساباته، ولكن النادي الاهلي مستني يشوف اكرم توفيق هيعمل ايه. لان طبعا اكرم توفيق لو خلص نفسه زي ما قلت لك قبل كده، كابتن سيد عبد الحفيظ قال لاكرم توفيق خلص نفسك مع الشمال القطري. خلص نفسك لان احنا مش هندفع فلوس. فالنادي الاهلي مستني يشوف اكرم توفيق هيعمل ايه. قدر يخلص نفسه مع الشمال القطري، ويجي الاهلي يقدر يستغله في الباك اليمين وفي خط النص. خلاص. طيب، لحد ما اكرم توفيق النادي الاهلي يشوف هيعمل ايه، خالد عوض في حساباته. وعلى فكره بيراميدز برضو دخلوا في خالد عوض. بيراميدز تحس كده ان هم ايه، مش بيفكروا في الصفقات خالص. ليه بقى؟ لا، الاهلي راح لفلان هروح لفلان، الاهلي راح لهنا هروح لهنا، الاهلي راح زي حامد حمدان كده. اي حد النادي الاهلي عايز يروح يتكلم معاه ويجيبه تلاقي بيراميدز راشقه في الموضوع. تلاقي بيراميدز راشقه في الموضوع. ما بيفكروش هم في صفقات، ما بيتعبوش نفسهم. مش فاضيين، ما بيتعبوش نفسهم في حوار الصفقات ده خالص يعني. خالص يعني. خالص. احنا هنقعد كده نستنى اما نشوف الاهلي هيشاور على مين. على فلان ماشي هنروح نتفاوض معاه، على علان ماشي هنروح نتفاوض معاه كده. كده. مش فاضيين هم لحوار الصفقات. طب يا اخي هات انت صفقات من دماغك. ما بيجيبش صفقات من دماغه. ما بيفكرش في صفقات من دماغه. هات انت صفقات من دماغك. تمام، عشان لما تنجح كله يقول شابوه. ده بيراميدز عندهم عين حلوة وبيعرفوا يختاروا صفقات صح. مش ممكن يعني. يعني حاجة غريبة يعني. أنا ما بشوفش كده خالص. أنت ممكن تنافس الأهلي على صفقة صفقتين، لكن في كل الصفقات الأهلي أول ما بيحط عينه على أي حد، الأهلي أول ما بيحط عينه على أي حد تلاقي بيراميدز داخل على طول. على طول يا بيه. ما بيفكروش هما في صفقات. في حاجة غريبة جدا يعني. هات انت صفقات. هو انت بتستنى اما تشوف الاهلي هيشاور على مين او هيروح لمين؟
وخلاص انا هروح له. حاجة غريبة جدا يعني. طيب، النادي الاهلي يرى ان في مشكلة كبيرة جدا 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 في خط الدفاع، في خط الدفاع. والنادي الاهلي عايز يعمل ايه بقى يا باشا؟ عايز يعمل او يتفق مع المدرب الجديد اللي هيجي ان احنا عايزين تدريبات خاصة للدفاع، تدريبات خاصة مخصصة كده لمنظومة الدفاع في النادي الاهلي. لان ادارة النادي الاهلي ترى ان منظومة الدفاع في الفريق ضايعة، ضايعة بمعنى كلمة ضايعة. مفيش. النادي الاهلي السنة دي تلقى اهداف غير طبيعية، غير طبيعية، ما حصلتش في تاريخه. فالنادي الاهلي ناوي من الموسم الجديد بإذن الله تدريبات مخصصة للدفاع، تدريبات مخصصة للدفاع. وربنا يكرم، وإن شاء الله كده إيه إدارة النادي الأهلي يختاروا يعني مدرب بإذن الله بإذن الله بإذن الله يبقى كويس ويفرحنا الموسم القادم. أشوفك على خير عزيزي المشاهد في فيديو قادم جديد بأخبار جديدة. السلام عليكم.